السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباحكم زي الفل أو مساءكم زي الفل، مساءكم هادي ونادي يا رب العالمين. طاجن اللحمة ده بقى هيشرفك على السفرة بتاعتك يا سيدي، على جمال طاجن اللحمة. وعامله لكم سمبوسة بقى مقرمشة كده، يا سلام. اهم حاجه ان الوصفه دي ان انت تجيبي حته طريه، حته من اللحمه كده تكون طريه زي الموزه. انا طبعا اللحمه دي كانت عندي اوقف حالي، لا قطعتها مكعبات صغيره. طبعا دي لحمه بالبصل او لحمه كمونيه على حسب ما انتوا بتقولوا. احنا عندنا بنقول ايه؟ طاجن اللحمه الكمونيه. كتير قوي بعملها في قلب الحله بس بتطلع زبده. اما في الطاجن ده شكلها بقى يشرف الدنيا كلها. بس هقول لك على العيوب واقول لك على المميزات. طبعا معانا 4-5 بصلات. الاكله دي بتحب البصل، هي والبصل اصحاب. فتزودي بقى كميه البصل كده. كيلو لحمه بقى عايز ايه؟ كيلو الا ربع. زودي شويه، كيلو اللحمه عايز كيلو البصل معاه، النص عايز نص، وعلى حسب. انا عندي ولادي ما بيحبوش البصل كتير، يعني فيهم ما بياكلش البصل خالص. الوصفه دي هتعجبه قوي لان كل حاجه هتتحط جنب لوحدها. هنحط اللحمه الاول الطاجن لوحده، البصل في جنب عشان اللي بيحب البصل ياكل واللي ما بيحبوش ياكل. فايه طبق. بس اهم حاجه ان هي هتشرفك. بس هو بقى قبل المغرب بساعتين 2 تحطيها. لا، هي عايزه وقت طويل، وعايزه ان انت تحطي ورق الزبده وتحطي ايه؟ الفويل. او لو عندك غطا للطاجن. قطعنا اللحمه، قطعنا الفلفل. بقول لكم شايفين؟ هي لو عندك طماطم شيري صغيره حطي، عندك فلفل الوان حطي. مش هتقول لك لا الوصفه دي، هي عايزه كل حاجه يبقى معاها. قطعنا الطماطم بتاعتنا ومش عايزه توابل كتير، يعني احنا مش هنستخدم توابل كتير، هنستخدم توابل اللحمه. هنقسم الطاجن بتاعنا 4 تربع. نحط اللحمه في جنب، ونحط البصل في جنب، والفلفل في جنب، كل حاجه لوحدها. شايفين؟ اخر احنا طبعا في التقديم هناكل عادي خالص، بس اللي ما بيحبش البصل ما شاء الله تبارك الرحمن شكله يفتح النفس. ايه رايكم؟ قولي تسلم ايدك يا شيري بقى. يا ريت بقى لايك واشتراك في القناه. بحبكم في الله يا احلى اخوات. كل يوم وانتم طيبين. رمضان كريم، رمضان اوله رحمه وسطه مغفره واخرهم عتق من النار. يا رب اعتقنا من النار يا ارحم الراحمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. حطيت بس توابل اللحمه وحطيت فلفل اسمر. عندك بقى حته زبده فلاحي كده، زبده بلدي حطي، سمنه برضه بلدي حطي. وبعدين بقى في فصين توم هنحطهم، وقرن الشطه الجميل ده. لو بتحبي الشطه قطعيها، لو ما بتحبيهاش حطيها سليمه كده تدي ريحه وتدي طعم. حطينا التوم، ليمونه بقى. بقول لكم ادي التوم ليمونه وحطيها بقى. اولا هتخلي ايه؟ السوا بتاع اللحمه سريع، لان بقول لكم احنا هنحطها في طاجن وهنحطها في الفرن. يا سلام على طاجن اللحمه بقى ده. انا بحب مين اللي زي كده بيحب الاكل في الطواجن. انا بحب اعمل الرز المعمر في الطاجن، بحب اعمل البسله في الطاجن، بحب اعمل الباميه في الطاجن، بحب اكل الطاجن. بحس الريحه بقى بتاعت زمان، بتاع جدي وجدتك كده بقى، جدتي وجدتك كده. ويا سلام ما شاء الله كده بحب الاكل. سلام بقى لو فرن فلاحي يا بنات. مين شاف الفرن الفلاحي؟ فاكرينه؟ كان بيدي الاكل بقى، الرز المعمر يطلع بقى كده مطربش في الفرن الفلاحي وجميل، غير الافران بتاعتنا بتاعت دلوقتي. لو اتكلمت على زمان هتكلم كتير قوي. حطيت ورق الزبده وحطيت ورق الفويل وحطيته في الفرن ساعتين 2.5. تعالوا بقى، انا كان عندي فكره ان انا احط العيش اعجنه واحطه على الطاجن واغطيه بيه، وكانت هتبقى فكره جميله جدا. يعني ده بقى دي الحبه الكامله. حطيت معلقه خميره ومعلقتين 2 دقيق. انا بعد ما دخلت الطاجن للفرن انا قلت طب وليه بقى نجيب عيش من بره؟ طب يا ريتني كنت حطيت بقى عجنتها ديت وحطيتها على وش الطاجن، كانت هتبقى خطيره. وحطيت عليها حبه البركه يا بنات. قمت بقى جايبه الدقيق وعجناه. لا، ما احنا هناكله بالعيش برضه. انا عجنت بقى شيري بقى وهي بتعجن العيش، وهوريكم بقى وانا بعجن وبطط العيش. ما شاء الله ما خدش ثواني. عايزه بقى العجين بتاعك يخلص بالشتا ده، زودي معلقه الخميره شويه وحطيه في مكان دافي. طبعا انت مشغله الفرن، ولفي بقى العجينه بتاعتك. اقول لكم حطيت معلقه زيت واحده، حطيت معلقه زيت وحطيت معلقه خميره وحطيت ذره ملح وحطيت معلقه سكر. يا سكر انت وهي.
السكر هي والتانية هتحطي لي اللايك وتشترك في القناة. عجنتها بقى وحطيتها بقى في الدفا، بقى الفرن شغال، حطيتها في الدفا على الفرن من فوق، حطيت كيس ولفيتها بفوطة من بتاعة المطبخ ولفيتها بقى وحطيت، مفيش ثواني، كل ده في نهار المغرب. بقول لكم شايفين اهي، اللهم بارك، كانت خمرت وزي الفل. هبدأ اقطعها بقى على المفرش بتاعي، وبعدين ايه ابطط بقى، وفي الطاسة بتاعتي او في حلة عندك جرانيت واخبزي، ولا تحتاجي الفرن ولا تحتاجي الحاجة. شايفة بوفر لك كل حاجة أهو. يعني عملنا طاجن لحمة، وعندك شوية رز أبيض حطيهم، عندك رز بشعرية حطيهم، وعملت لكم أكل مطاعم أهو. احنا ليه بقى نشتري الأكل من بره؟ لازم نوفر وندبر. ما شاء الله تبارك الرحمن. قطعت العيش وهبططه اهوت معاكم، وهيبقى زي الفل. قومي الصبح كده اعجنيهم وسيبيهم، والمغرب هيبقوا جاهزين العصر. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رأيكم؟ ما فيش ثواني، والعيش هيبقى قدامك سخن. يلا بقى نعمل شوية سمبوسة برضو كده على الماشي، ويبقى الأكل شوية سلطات، شوية لسان عصفور. هنبقى والله أكل مطاعم قدامنا في رمضان. رمضان فيه الخير وفيه البركة، لقمة هنية بالكف مية. اللهم بارك. بططت العيش اهوت، هبدأ أخبزه في الطاسة، وكله بقى هيقب بقى. رمضان يجمعنا كلنا. نعمل بقى شوية سمبوسة حلوين، شوية جبنة موتزاريلا، شوية جبنة بيضة. شايفين بوريكم العيش بتاعي وهو بيقب بقى، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ألف هنا للي شاف وألف هنا للي كل. مفيش ولا رغيف مش هيقب. ما شاء الله تبارك الرحمن، كله عمال يقب معانا. اللهم بارك. شايف؟ طب اللحمة طبعا أنا نشفته لأن ولادي بيحبوا اللحمة ناشفة جدا، مفيش حاجة تبقى كمية دهون دي بتتشال كلها. وده العيش بتاعنا، وعملنا عصير الفراولة، وعملنا السمبوسة، وبألف هنا وشفا. يلا الله يكرم، بحبكم في الله يا أحلى أخوات في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.